يا مساء الفل. النهاردة هنبعد خالص عن النظري وهنتكلم عن تجربة حقيقية. ازاي بنتعامل مع الموبايل تيستنج لأول مرة. هنشوف ازاي بنجهز الجهاز وايه المشاكل اللي بتواجهنا وازاي بنحلها. يلا بينا. اول حاجة، انك مش محتاج يكون معاك موبايل حقيقي. في البداية بنستخدم اندرويد ستوديو عشان نكريت ايميليتور، يعني موبايل وهمي. شايفين؟ بنبدأ ننزل الموبايل. طبعا انا عاملة فيديو لان كل حاجة بتاخد وقت. الموبايل فتح معانا، هو حرفيا اكنه موبايل جديد وانت لسه بتفتحه. على الرغم ان انا عامله فيديو بس مشلتش اي حاجه كتير عشان نشوف مع بعض كل خطوه بالظبط. الموبايل بيبدا يفتح معانا. تمام. الموبايل فتح معانا بس ده مجرد شاشه. تمام. فازاي بقى اوصل اللابتوب بالموبايل؟ ازاي اقدر اتحكم فيه؟ هنا بيجي اداه مهمه جدا وهي ال ADB. اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. تمام. زي ما اتفقنا هنستخدم ال ADB، هي اختصار Android Debug Bridge. جاي من اسمها، انا عايز الاتنين مع بعض. فتمام، عشان اوصل لها بنفتح ال CMD من عند start وبكتب CMD. تمام، بتظهر. تمام. انا هنا كنت بتعرف على الموبايل عادي. تمام، زي ما اتفقنا وصلنا ل CMD، فتحناها. بنكتب الامر ADB devices عشان اتأكد ان الكمبيوتر شايف الموبايل. لكن هيحصل حاجة مفاجأة، بيقولي انا مش شايفه مبدئيا كده. ودي كانت اول مشكلة، ان الويندوز مش عارف مكان اداة ال ADB. هل بنقف؟ لا طبعا، بنروح ندور عليها. ازاي؟ بنرجع تاني الاندرويد ستوديو ونوصل للسيتنج ونبحث. تمام؟ نبدأ نبحث عن ال SDK عشان ناخد المسار بتاعها، عشان نقول للاندرويد ابحث عن ده. تمام. اوكي، وصلنا للمسار. طيب بعد ما اوصل المسار ده عايز احط فولدر. اسم الفولدر بتاعي بلاتفورم تول. طيب هيجي هنا برضو المشكلة التانية، ان انا لما جيت ابحث عن البلاتفورم تولز ما لقيتهاش حرفيا، يعني هنشوف مع بعض دلوقتي. تمام. اما ادور مش موجودة. طب ليه بقى اقول لكم الكلام ده؟ انا خدت الصدمة انا بقى عشان انتوا اكيد وانتوا بتبحثوا اول مرة ممكن ما تلاقوهاش، فلازم كنت اوريكم خطوة بخطوة ازاي لو قابلتك المشكلة وتحلها ازاي. طيب هل كده هقف؟ لا برضو.
هرجع تاني للسي ام دي. انا خلاص تمام مش لاقيها. رجعت للسي ام دي ووصلت للفولدر. بعد ما افتح الفولدر كتبت في الطول. تمام، خلينا نقف هنا ثانيه. يبقى انا ما عرفتش اوصل لها، فكتبت السي ام دي في شريط العنوان عشان افتح الاوامر من قلب الفولدر نفسه. طيب يبقى بكتب تاني adb devices عشان يظهر، فالموبايل بيظهر. تمام كده انا الموبايل بقى ملكي واقدر ابعت ليه اي امر من الكيبورد بتاعتي عادي. طيب دلوقتي بقى عايز ايه؟ عايز اختبره. طيب هنزل ابلكيشن عشان اختبره على الموبايل. انت ممكن يكون عندك ابلكيشن، ده عادي جدا. طيب انا اول مره ومش عندي ابلكيشن، اعمل ايه؟ بتنزل ابلكيشن، بس بتنزل حاجه بسيطه فري وسهله ومن موقع موثوق. ده الموقع اللي هنزل منه الابلكيشن. انا اخترت ابلكيشن بسيط على حسب كالكوليتور عادي يعني جدا. ف سايبه لكم الموقع وهنشوف مع بعض. تمام، هعمله داونلود. حد يقول لي طب ايه الفكره من كده؟ هقولك دلوقتي عايزه اسطب ابلكيشن عشان اختبره، فبدل ما انقله واقعد ادوس انستول بالماوس واستخدم كل ده، طب وليه؟ طب ما انا استخدم القوه الكامله للاي دي بي، ان انا اجيب ابلكيشن واحطه في الفولدر واعمل له انستول زي ما هنشوف دلوقتي من السي ام دي وبس كده. مجرد ما بيظهر معايا سكسس معناها ان الكيو اي نجح في عمل ديبلويمنت صحيح للتطبيق. هنا عملنا داونلود، هناخده من هنا كوبي. تمام، هنروح في الفولدر نعمله بيست. طبعا انا هغير اسمه، هخليه تيست. ليه؟ عشان يبقى بسيط واسمه بسيط معايا وانا بكتب. تمام، خليته عادي كنت عربي. تيست دوت اي بي كي. اوكي، حطيته في الفولدر. هنا هرجع كتبت له انستول، اعمل له انستول عشان اربطه. سكسس كده 100. لكن بقى هنا حصل حاجه غريبه جدا، ان انا تمام الابلكيشن نزل بس ما كانش ظاهر عندي في الشاشه الرئيسيه. عايزه اتاكد ان هو شغال، عماله اطلع وانزل. هو الموبايل لا، انا مش شايفه. انتي ما نزلتيش حاجه اصلا. طب ازاي ده ظهر لي سكسس؟ هل هنقف لحد كده؟ كده عرفتوا الاجابه؟ لا طبعا. طيب عشان اجبر الموبايل ان هو يفتح الابلكيشن هنروح تاني للسي ام دي وهكتب له الامر واقول له افتح لي الموبايل على طول. وبعد ما تفتح الموبايل افتحي الابلكيشن ده اسمه كذا. طب انا مديله الاسم الاخير اللي هو التست. فتمام. تمام زي ما انتوا شايفين استخدمت الامر ده. الماوس عنده بالظبط كده، ده عشان اقول له انا عايزه تفتح لي الموبايل على الابلكيشن ده بالظبط عشان انا مش شايفه. تمام، فتحولي. فانا كده حسيت خلاص انا متحكمه فعلا في السيستم. ويجي معايا اخر واهم خطوه، الكيو اي مش بس بيشوف الابلكيشن وهو شغال، لا ده كمان بيشوف الجهاز بيفكر ازاي. وهنا استخدمت ال ADB locate. اي دي اختصار لإيرور، عشان اشوف اي ايرور او كراش بيحصل في الباك. وده الكنز اللي بنطلع منه الباك ريبورت وبنبعته للديفلوبر. فبس كده، دي كانت البداية. جهزنا البيئة، ربطنا الأجهزة، سطبنا أول تطبيق، راقبنا اللوكيتس، والفيديو هيكون 100. بالنسبة للفيديو الجاي فخلينا زي ما انتوا شايفين كتبت 5+5. طيب انا كاتباها بنفسي، طب ايه رأيكم لو اخلي الموبايل هو اللي يكتبها بنفسه؟ وهنا نيجي للاوتوميشن بالظبط كده.
وبس كده. الفيديو الجاي هيكون عن الاوتوميشن وازاي نخلي الموبايل يشتغل لوحده. سلام.